النهاردة مش هنتكلم عن باريس ولا نيويورك ولا شط الغردقة. لا، احنا خارجين بره الصندوق خالص. جاهز تجهز شنطتك لان الجولة هتكون في اغرب اماكن سياحية في العالم. اهلا بيكم متابعين راديو كاسيت، معكم علا سمير، برنامج شهرزاد مصرية. راديو كاسيت. اول محطة بوابة الجحيم في تركمانستان. اسمها مرعب. استنى بقى لما تعرف حكايتها. في وسط الصحراء حفرة ضخمة، نارها مش بتطفى بقالها أكتر من 50 سنة. كان المفروض تبقى بير غاز، حصل انفجار ومن ساعتها النار شغالة. والمفاجأة بقت مزار سياحي، والناس بتروح تصور جنب الحفرة وهي بتولع. يا ريت بس نضمن ما ناخدش صورة آخر زيارة في الحياة. تاني محطة النهاردة هنطير على اليابان، تحديدا جزيرة الأرانب أوكونوشيما. جزيرة صغيرة سكانها الأساسيين أرانب. أيوة، أرانب بتجري في كل مكان، مش خايفة من البشر، بالعكس بتقرب لك وبتلعب معاك. والأغرب، الجزيرة كان فيها مصنع أسلحة كيميائية زمان وتحولت لملاذ للأرانب. من مصنع موت لجزيرة كيوت. طيب، عايز تجربة فيها تحدي؟ روح طريق الموت في بوليفيا. ده طريق جبلي عالي جدا، ما فيهوش سور، وضيق بشكل يخليك تمسك في كرسيك من كتر الخوف. ورغم كده آلاف السياح بيروحوا هناك مخصوص لركوب العجل فوقه. إحساس بالأدرينالين جنان يمكن شوية، بس اللي بيروح بيرجع بحكاية عمره ما هينساها. وآخر محطة فندق الجليد في السويد. بيتعمل كل شتاء من أول وجديد، كله جليد. الحيطان، السراير، الكراسي، حتى الكوبايات اللي بتشرب فيها. والناس بتدفع فلوس علشان تنام في درجة حرارة -5. احنا بنهرب من البرد وهم بيدوروا عليه. السياحة مش دايما في الأماكن اللي كل الناس بتروحها. أوقات المغامرة بتكون في الحتة اللي محدش سمع عنها. قولي بقى، انت ايه أكتر مكان غريب نفسك تزوره؟ دي كانت جولة سريعة من شهرزاد مصرية. ما تنساش تتابعنا وتشارك الحلقة لو عجبتك، وسافر حتى لو بعقلك، لأن العالم فيه مفاجآت أكتر مما تتخيل. كنت معاكم علا سمير.